السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كل الناس بخير وصحة جيدة وسعادة يا رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق في حياتكم، ويا ربنا يجعل ايامكم سعيدة ومباركة بحق ذكر الحبيب المصطفى اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كتير بيسألوا على هل بقى يا ترى يا عم محمد انت الفيديو اللي فات اديتنا بس كلمتين وجريت وفلقت وقلت لنا الفيديو اللي جاي وتأخرت علينا في الكلام. يا عم محمد احنا عايزين نعرف بقى، انت عمال تقول لنا عمنا وقرايبنا وي. طب ما تقول لنا بقى ايه التركايه في موضوع انفصال محمد وميرفت؟ هل يا ترى الكلام ده حقيقي ولا كله كان اشاعات؟ هل يا ترى حسن هيأجل فرحه ولا ايه الموضوع؟ هل يا ترى حمدي ووفاء هيرجعوا مصر؟ انت كبرت لنا موضوع الفيديو وهتطول علينا في الكلام وعمال ترغي كتير. ما تخلص يا عم الحاج. حاضر والله العظيم، اهدوا عليا بس وركزوا في الكلام اللي هينقال وخليكم معانا لاخر الفيديو. قبل ما نبدا الكلام نتمنى الصلاه على سيدنا الحبيب، قلوبنا وقلوبكم تطيب النبي الزكي التقي العربي المكرم يوم القيامه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا عيسى نبي وسيدنا موسى نبي وسيدنا محمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه. بس قبل ما ابدا الكلام بقى، ما هو لازم اشتراكات ولايكات. ايوه، ما انا الكلام مش ببلاش يا جدعان بقى، احنا لا بنطلب تبرعات ولا عايزين حد يحول لنا فلوس، بس عايزين لايكات واشتراكات كتير قوي قوي قوي. تشجيع فاخر من الاخر، هي دي الشعار بتاعنا، التشجيع الفاخر من الاخر. وتعالوا نخش في التفاصيل الحدث النهارده. تفاصيل بقى طازه وجايه من على الفرازه. حلاوه وش الكرتونه لما تتعرض على الحبايب، وعشان انتم حبايبنا لازم نعرض لكم الجديد ولازم نقول لكم الحقيقه في الموضوع. بس كنا بنتاخر عليكم لظروف بصراحه، يعني على قد ما انا طالع بقى بضحك وبهزر وبحاول ان انا ابقى طاقه ايجابيه على الاخر، يعني ربنا يعلم بالقلوب. الحمد لله على كل حال. محمد حوارات وميرفت، والموضوع اللي صار جدل كبير جدا، وفي ناس كتير نقدت نفسها في قناتها لمجرد الوصول للاشتراكات واللايكات. ازاي يا عم محمد بتتكلم الكلام ده؟ ازاي يا عم؟ يعني انت بتتهم الزملاء يعني ان هم لا ما توقعوناش في غلط. الموضوع ما فيه ان في ناس طلعت على قناتها وعرضت انفصال هوبا، العنوان التاني ده كتبوا الكتاب هوبا العنوان التاني ده هيعملوا الفرح يوم. يا عم تثبت على حل يا عم الحاج. احنا بقى متميزين ودايما بنحب ناخد وش القفص، الكلام المفيد، حتى لو محدش هيشوفنا بس يكفي ان الجزء اللي هيشوفنا بمصداقية، مش لف ودوران، مش مجرد عنوان وانتش واجري. اصل الموضوع مش كوبري ستانلي. ايه يا عم انت هتخاطرك في الكلام؟ ما تخش في الموضوع على طول. انت توهتنا، دخلتنا في اسكندريه، لا انتش واجري. لا ما تستعجلوش بقى، اصل الكلام اللي جاي كلام جميل قوي وهيعجبكم. ناس كتير طلعت وقالت محمد انفصل عن ميرفت. ايه دليلك يا عم الحاج؟ قال لك بس مسحوا الفيديوهات من على الانستجرام. يا واد يا واعي انت، يا واعي يا واعي يا خطير، جبت انت التايهه اللي ما كانش حد واخد باله منها. امال يا عم محمد، اما لما انت هتقول بقى عليهم ان هم جابوا التايهه وانت يعني جبت الديب من ديله. طب بس اسمعوا، ما تستعجلوش، انتوا مستعجلين. ما هو انتش واجري انتش واجري انتش واجري. ما تهزرش، خش في الجد على طول. مش هنهزر نمسك الكهرباء ونفزر. لا خش يا عم محمد في الكلام الجامد بقى. ناس كتير قالت لك بس محمد حوارات مش لابس دبله، ده يبقى انفصل عن ميرفت. هوبا الاكونت بتاع ميرفت اتشال من عليه كل الصور واتغير الصور. اوبا، ده الموضوع كده بقى جامد. كده الموضوع خرج من ايدي راح في ايدي التانية. امال انت ايه الكلام اللي انت جاي تضيفه؟ يعني ما احنا سمعنا الكلام ده كتير. انا جاي اضيف لكم ان انا في فيديو من الفيديوهات الاخيره واللي عرضت فيه وقلت لكم هو يعني انا عندي شك في موضوع الاكونت ده، ان اصلا الاكونت ده مش بتاع ميرفت، ده بتاع محمد. رد عليا ناس قالوا لي لا اسمع، الاكونت ده بتاع ميرفت. يا عم تهدى توحد الله، ده انا جايب لك خبر في الترند المستخبي، جايب لك خبر في الترند المستخبي. انت ما سمعتش كلامي مش ذنبي، ما صدقتوش كلامي مش ذنبي.
انا بقول لكم الحقيقه، بعد ما ولاد عمنا بيقولوا لنا ايه، نذيع ولا ما نذيعش، فقلنا خلي الترند مستخبي وخلي اللي يقول يقول، سيب الناس تسترزق، كلنا على الله وبنسترزق، مش مشكله. بس اللي بيشجعني ان انا دايما اقول لكم، طبعا بعد الاستشارات والمداولات، هل يا ترى حد صدق ان الاكونت اصلا كان بتاع ميرفت؟ انتوا مدركين الكلام؟ لو الاكونت بتاع ميرفت، فين ميرفت؟ اهلا. امال ايه يا عم محمد، انت طالع بتكذب محمد؟ لا مش بكذبه، اصل انتوا المفاجاه الجايه والتركايه اللي جايه هي الجامده والخطيره. بس طبعا مش هنقدر نقول لكم كل التفاصيل في الفيديو ده، لازم يبقى فيه في الفيديو اللي جاي تركايه اجمد من التركايه اللي انقالت. التركايه اللي انقالت الاولانيه وكانت في الفيديوهات القديمه، ان ليه الاكونت بينعرض عليه بعض الديتيلز البسيطه جدا واللي دايما فيها عامل تشويق. محدش فهم وفي ناس كتير ما خدتش بالها من الكلام. بس هل يا ترى الفيديو اللي جاي هيبقى فيه ظهور لميرفت؟ خليها مفاجأة، خليها مفاجأة من الجامد ومن العيار التقيل. هي فين ميرفت؟ طب محمد راح زار ميرفت هو والعيلة؟ محمد وصل المحلة هو والعيلة، ده طبعا في ناس خدتها وعرضت تركايه كده لحسن وابوله، انا رايح المحلة، حلة وفي المحلة وهنلعب كرة سلة، صح للكلام. انت بقى والمصحف انت جاي تهزر النهارده؟ لا مش جاي اهزر، ولا جاي امسك الكهرباء وادي وافزر. محمد حوارات من الاول، واللي صار جدل كبير جدا، واللي بحييه ان عرف ينفذ شغله على اكمل وجه، خد الترند. وهو ده شغل السوشيال ميديا. حسن واخد ترند اساسا عشان جوازه وترتيبات جوازه والبنوته العسل اللي معاه، اللي ربنا يحفظها له ويكمل لهم على خير، نهال، واللي رقيقه جدا، واللي هي اصلا في الحقيقه شغلتها مضيف الطيران. طبعا مضيفات الطيران مش كلهم بيشتغلوا في مجالهم، بس هي بدات تاخد على الكاميرا، وبدات يبقى في ظهور جامد، وبدات كمان يبقى في ردود افعال انها تمسك هي الكاميرا وتصور بنفسها. يعني بدات يبقى في ظهور وفي اخذ على الجمهور، والحياه بقت بيس والدنيا هتمشي. محمد قال لك بقى ايه، طب ما يلا اركب الترند، تركايه كده بسيطه تخلي الكل يلف حوالين نفسه. ليه الفيديوهات اتمسحت؟ ليه الصور اتمسحت؟ ليه الموضوع بقى مخفي؟ ليه هي ديت لعبه السوشيال ميديا، واللي تميز فيها محمد من بناء عن تركايه حمدي ووفاء. هل يا ترى حمدي ووفاء في مصر؟ ما تخلونيش اقول بقى، ما تخليك يا جامايكا ساكت، هقول. في ناس طلعت وقال لك راحوا عملوا فيديو الرجوع للمدرسه. يهبل يا عبيط، اسال استشير، ما خاب من استشار. اذا كان الاجازه بتبدا من حوالي 20 تقريبا في يناير، 20 يناير تخلص حوالي 5 يناير، من 2 ل 5 يناير في تركيا، يبقى ازاي رجعوا من المدرسه؟ ما تفكر شويه، ما تستعجلوش. بقول لكم ايه، انا مش عايز اطول عليكم الفيديو ده قوي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعالوا نخش في الفيديو اللي جاي بعده، هتعرفوا معلومات مهمه وحقائق ومفاجآت خطيره جدا جدا. منتظركم الفيديو اللي جاي، وخلينا نعمل على عامل التشويق زي بقى ايه، زي غيرنا كده بقى، نشوقكم شويه عشان الحقائق والادله اللي جايه هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتكون متميزه عن اي قناه تانية بتشوفوها او تسمعوها حتى لو بالصدفه. احنا طبعا الحمد لله دائما في تألق، ودائما ما بنعرضش حاجه الا لما نكون متاكدين منها. منتظركم الفيديوهات اللي جايه.